السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هشارك معاكم بقى روتين يومي كده على السريع يعني. اقول لكم احنا بنعمل ايه واول ما بنصحى لحد ما يومي بينتهي. اول حاجه انا بفطر طبعا، بصحى وبصلي طبعا. بعد كده بفطر، بحضر كوبايه لبن، وده كوب كيك انا كنت عاملاه موجود على القناه لو عايزين نشوف طريقته. جميل جدا وخفيف وحلو قوي. حوالي كان ببيضه او ببيضتين متهيألي. بفطر ابني وبنزله الحضانة. بعد كده ببتدي بقى اخش اشوف البيت فيه ايه. اخش الاول طبعا على الاوضه، افتح الشبابيك واشوف الفرش اللي عايز يتغير بغيره. بس انا يعني ايه، بمعنى مثلا ايه، كل يومين او 3 ايام في الصيف كده بغير الفرش، او على حسب لو حاجه وقعت عليه مثلا اتبقعت فبغيره، طبعا بضطر ان انا اغيره. بسوي بقى السراير. انا هنا كنت اول امبارح كنت لسه فرشه الملايه فمش محتاجه ان هي تتغير. سويته كده ورشيت المعطر. بعد كده دخلت على اوضه النوم، برضو نفس الكلام. هويتها وسويت السرير وعملتها. وبعد كده دخلت بقى، دول كانوا من الفطار بتاعنا. قلت اخدهم كده على السرير عشان ما يقعدوش يتكربسوا عليا، فقلت اخلصهم اول باول على طول. الجو طبعا ما هو عايزك تقعدي في المية على طول بصراحة، فربنا يرحمنا برحمته يا رب، رحمة واسعة. ويعدي الجو اللي احنا فيه ده على خير يا رب. وانا مش بحب الصيف نهائي بصراحة، بحب الشتاء جدا. مش عارفة اللي بيحبوا الصيف ده بيحبوا على ايه. ما علينا. بعد كده طبعا خدت الفرش اللي كان حبة غسيل كده كانوا موجودين، دخلتهم وحطيتهم في الغسالة. وبوريكم انا عن الغسالة بتاعتي وايت بوينت، جميلة جدا ما شاء الله. هي داخلة معايا في حوالي 9 سنين اهي، اللهم بارك. جميلة جدا ما شاء الله عليها. دي كانت حوالي متهيألي 8 كيلو او 9 كيلو. حلوة جدا وبتنضف طبعا كله يعني على حسب نظافة الغسيل دي، على حسب المسحوق اللي انتي بتستخدميه. فانا بستخدم اريال بصراحة، او اوكسي، بس إيه يعني اريال اكتر بصراحة، اريال اوتوماتيك. كده انا خلصتها. وحتى طبعا داوني ده انا العشق بتاعي بصراحة، بحبه جدا جدا في الغسيل. عايز اقولك ان هو مش بيعطر الهدوم بس، هو بيعطر الشقة كلها اساسا. بعد كده دخلنا بقى نشوف الغدا بتاعنا. كان عندي سوسيس. احنا بنحبه خفيف كده، بعمله خلطة جميلة جدا. هوريكي معايا انا بعمل ايه. طلعته، كان عندي في الفريزر، طلعته كان طبعا بقطع طماطم وفلفل وبصل. وهقول لكم بقى التوابل واحنا بنعمله انا بحط ايه عليه. طبعا بقطعه شرايح كده صغيره. طبعا هو كان متلج فبحاول على قد ما اقدر ان انا اعمله عشان ما يتهريش مني. حاولي وانتي بتقطعيه تقطعيه هو متلج شويه، في نسبه جمودية كده شوية، عشان لو عملتيه لا بعد ما يفك هتلاقيه بيتهري معاكي. تقطعيه وهو مجمد شوية كده، يعني ماسك نفسه عشان يبقى سهل معاكي في التقطيع وما يتهريش منك. فخلصت كده الكمية اللي معايا. هو يدوبك على قدي انا وجوزي، وابني مش بيحبه بصراحة، فبيبقى لي ركن تاني خاص بعمله له، يعني بعمله بطاطس محمرة او حاجة او بانيه او كده. والفلفل طبعا فلفل رومي، عايزة تحطي فلفل اللي هو القرون الشطة ده مفيش مشكلة، دي حسب الرغبة وحسب الذوق اللي انتي بتحبيه. فانا استكفيت بصراحة ان هو كان بمعنى اصح ما عنديش غير الفلفل الرومي، فاستكفيت بيه يعني. وبصلاية صغيرة وطماطميتين برضو، كل ده انا بقطعه شرايح صغيرة. هنا انا بوريكم ان الطماطم لازم تشيلي الراس اللي فوق دي، ساعات بتبقى عاوزة بالله بيبقى تحتها دود او حاجات من كده. فالحمد لله ما شاء الله، يعني الاكل كله دلوقتي ربنا يعافينا يا رب. كده انا خلصت التقطيع. بص بقى، عايزه اقولك يعني شكل الطبق بصراحه يفتح النفس اصلا من غير ما اسويه. جبت بقى عندي طاسه او حله او صينيه ايا كان الحاجه اللي انت هتسوي فيها، بحطه على النار وكده كده هينزل الماده الدهنيه بتاعته. فانا بحط بس ايه، يعني نزع الزيت بس عشان اول ما ياخد الصدمه ما يلزقش في الصينيه. فهنزل اول حاجه عشان ياخد تشويحه. في ناس بتحب تسلقه الاول وبعد كده بتحطه، فانا مش بحب الخطوه دي بصراحه. انا بستكفى يعني ان انا ابقى بشوحه، وكده كده هو هيغلي منه فيه في الخضار، فكده كده هياخد نسبه التسويه بتاعته كامله ما تقلقوش. فبشوحه كده عشان لو في اي حاجه بس ياخد تشويحه كده ويغير لون زي ما انتوا شايفين اللون الوردي دون. كده يعتبر اي حاجه فيه هو كده يعني يعتبر خد نسبه تسويه تمام. في ناس بقى بتحطوا منه فيه، يعني تحطوا الخضار عليه ويبقى يستوي يعني زي كأنه ني في ني كده، بس انا مبحبش الحركة دي بصراحة.
ما بيدلوش طعم اساسا. فانا بحب اشوحه كده وبعد كده بشيله. بحطه في طبق وانزل على نفس نسبة الزيت اهو اللي نزل منه مع اللي انا كنت حاطاه. بنزل عليه بقى الخضار بقى اللي معايا. بنزل الاول بالفلفل اللي احنا مقطعينه مكعبات صغيرة، وبنزل عليه بعد كده بقى اول ما يبتدي يدبل حاجة بسيطة بنزل بنص معلقة صغيرة من الثوم. بتديله طعم تحفة بصراحة. بس اول ما يبتدي يدبل معايا كده ويتشوح هبتدي بقى انزل عليه بالبصل. وممكن تحطي معلقة صغيرة من الخل مع الفلفل والثوم وهما بيشوحوا كده. بيودي بصراحة الوصفة في حتة تانية خالص. بس انا ما كانش عندي بصراحة فاستكفيت ان انا حطيت الفلفل على الثوم وخلاص. بعد كده هبتدي انزل بقى بالبصل بتاعي. برضه هديله تشويحة كده لحد ما يدبل معايا. وبعد كده هحط ورقة اللورا واحط البهارات معايا ملح وفلفل ورشة صغيرة من الكزبرة ورشة صغيرة من الكمون. ما كترش في الكمون ولا التوابل عامة. هو كده كده اصلا بيبقى متبل في البهارات بتاعته هو جاهز يعني. فما كترش فيه عشان ما يحماش على الصدر يعني ما يعملش حموضة وكده. تمام. فيدوبك يعني نص معلقة او ربع معلقة صغيرة جدا من ملح والفلفل الاسود والكمون والكزبرة بس كده وورقة اللورا. هديلهم تشويحة كده. بعد كده هبتدي انزل بقى ايه بمعلقة صغيرة من هريسة الفلفل الاحمر. تحفة تحفة بجد والله العظيم. بتغير طعمه وبتخليه طعمه جميل جدا. جربوها والله العظيم ما هتندموا ان شاء الله. بس هنزل بقى بالطماطم بتاعتي اخر حاجة. وبعد كده هبتدي انزل بالسوسيس اللي احنا كنا مشوحينه في الاول. ويقلب قلب بقى كده كله في بعضه لحد ما تشم الريحة بقى يعني هتقلب ريحة البيت حرفيا. اخر حاجة بنزل عليها بعد ما بدي تشويحة بقى كل الخضار مع السوسيس كله في بعضه. بنزل باخر حاجة حوالي معلقة كبيرة من الصلصة. عايزة تستكفي بالطماطم اللي احنا حاطينها هي كده كده يعتبر زي الطماطم البورية يعتبر هي اتحرق. فانا بحبه عشان اعزز اللون بتاعه وفي نفس الوقت بتديله تعسيلة كده حلوة معلقة الصلصة دي. فانتي مش حابة ان انتي تحطي صلصة استكفي بالطماطم مفيش مشكلة. بس انا بقولك على الطريقة اللي انا بحبها. كده خلاص انا وريت لكم اللون. بصوا بقى جميل جدا ازاي ما ابتدى يتشوح وكله ياخد من طعم بعض والريحه بقى ما اقولكوش. هننزل بقى حوالي عليها بربع كوبايه من الميه ونسيبها بقى تاخد غلوه كده مع بعض. وما بياخدش سوا حوالي يعني من 7 ل10 دقايق بالظبط. تغطي عليه وتوطي عليه النار عشان ما يلسعش. وبتلاقيه جاهز معاك. تحطي بقى جنبه حبه مكرونه بالصلصه مكرونه وايت صوص تاكليه كده بالعيش ومعاه بطاطس محمره وحبه سلطه. يعني كله بيوفي ويوفي الحمد لله. ففضل ونعمة من ربنا. اللهم احفظها من الزوال يا رب. انا عملت جنبه حبة رز بالشعرية بصراحة. وعملت جنبه حبة صلصة سلطة خضراء طماطم وخيار وكده. فعندي الشعرية انا بوريكم الشعرية انا كده كده ببقى محمراها ومفرزاها بصراحة. ان انا بشتغل فيدوبك قبل ما برجع من شغلي فمبقاش في وقت. فبصراحة التفريزات دي بتنجزني جدا. اذا كنت بحمر شعريه او بحمر مكرونه وكل ده بخليه يا دوبك تاخد تشويحه بس في معلقه سمنه صغيره. انا يا جماعه يعني بحمره كده في الفرن. يا دوبك ممكن دهنه بسيطه جدا جدا من الزيت في الصينيه او الحاجه اللي انا هبتدي احمره فيها. واديله تشويحه كده في الفرن. بيطلع اللون ده معايا. وقت ما باجي بقى استخدمه عشان ما يزرنخش معاكي. ما تزوديش في الماده الدهنيه عشان طعمه ما يزرنخش معاكي. فبعمله وباجي وقت وبشيله في علبة بعد ما بيبرد خلاص وبيتحمر. بشيله في العلبة بتاعته وبحتفظ بيه في طرفة الدولاب بتاعة المطبخ عادي. وباجي وقت الاستخدام انزل معلقة صغيرة من السمنة عشان تعمل الطعم بس. وابتدي انزل بالرز على طول وانا غسلاه ورشة الملح بتاعه املحه. تمام. واشوحه كده شوية في بسم الله الرحمن الرحيم الشعرية مع الرز مع الملح في الاول. بعد كده ابتدي انزل بالمية بتاعتي. في ناس بتحب تسقي الرز بالشوربة وفي ناس بتعمله بمية ومكعب مرق الدجاج كده او بمية بس حسب الرغبة. احنا مش بنحبه بشعرية بصراحة. او بمعنى صح ابني لما بيجي ياكل
اولا بيغير لونه، الشوربه بتغير لونها. هي كقيمه غذائيه طبعا احنا مش هنختلف عليها، قيمه غذائيه عاليه طبعا ان هو يتشرب بالشوربه. بس ابني للاسف لما بيشوف الرز مصفر او لونه متغير ما بيحبش ياكل. الحمد لله احنا اتغدينا وخلصنا. هنعمل بقى الحلو بتاعنا. عملنا بقى، كان عندنا رقاق باقي من العيد فهنبتدي ننزل عليه. نكسره كده نعمله حلو. كنا عايزين ناكل حاجه، والجو ده بصراحه عايز حاجات مرطبه وفي نفس الوقت عايزاها تبقى مسكره، عشان على طول احنا طبعا ضغطنا واطي في الحر فربنا يرحمه. فعملت بقى غليت اللبن وكسرت حبه رقاق كده في البوله بتاعتي، وسكرت اللبن وغطيت عليه عشان يبتدي يبوش معايا كده ويطرى. يا سلام بقى لو حطيتي معلقه سمنه من على الوش او حبه مكسرات هتوديه في حته تانية. يلا اشوفكم على خير، مع السلامه.